ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل الجيلي بالمانجا بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم طريقتي اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. محتاجين لمانجا نص كيلو تقريبا، تكون مستوية بس تكون متماسكة. هنقطعها بقى بالشكل ده كده، نقطع الشريحة اللي فوق والشريحة اللي تحت، وبعدين نقطعها مربعات كده بالسكينة وبالمعلقة بقى، وافصليها افصلي المكعبات عن القشر بتاع المانجا بالشكل ده. عايزين المانجا تكون مستوية بس تكون متماسكة، بحيث ان المكعبات تطلع متماسكة كده وشكلها حلو. بعد بقى ما قطعت الكمية كلها، جبت القالب اللي هحط فيه، دهنته بالزيت كده كويس من تحت ومن الجناب بالفرشة. وبعدين بقى حطيت المكعبات بتاعة المانجا، وفوقيها هتحطي يا اما بسكوت سادة او كيك اللي يعجبك. انا حطيت هنا طبقتين من بسكوت سادة كده، اي نوع بسكوت تحبيه بالشكل ده. وبعدين هنبدأ نحضر جيلي المانجا اللي هنحطه فوقيه. باكو واحد من جيلي المانجا عليه كوباية مية سخنة قوي، وندوب قوي لحد الجيلي ما يدوب خالص. ما حطيناش سكر، اكتفينا بالسكر اللي في الجيلي. وبعدين نص كوباية مية ساقعة فيها تلج كده علشان الجيلي يبرد بسرعة. قلبناه بقى بالشكل ده، وبعدين حطيته فوق البسكوت والمانجا ودخلته التلاجة. أخد حوالي ساعة واتجمد. باكو جيلي تاني مانجا برضو عليه كوباية لبن سخنة، ونقلبها بقى كويس. وبعدين نص كوباية لبن ساقعة فيها تلج كده. وهنضيف لهم بقى علبة قشطة 170 جرام. لو تحبي قشطة وش اللبن أو قشطة اللبان، أي نوع قشطة. قلبي بقى كويس قوي بالمضرب اليدوي كده لحد ما ندوب القشطة خالص في الجيلي. وبعدين هنضيفه بقى فوق البسكوت والمانجا والجيلي بعد ما الجيلي بقى تماسك كده، وندخله التلاجة. هيقعد حوالي ساعتين، وبعدين هيطلع بالشكل ده. هنفصل الجوانب كده بالسباتولا، وبعدين نقلب بقى على طبق تقديم. شكله جميل قوي ولونه حلو ما شاء الله. طبعا يتقدم ساقع، ولو حاجة اتبقت معاكي دخليها التلاجة على طول علشان الجيلي ما يسحش والأكلة تبوظ مننا. إحنا عملنا الوصفة دي قبل كده بجيلي الفراولة وبفاكهة مشكّلة يعني. أنتِ ممكن بقى تغيّري نوع الجيلي وتغيّري نوع الفاكهة زي ما تحبّي. ممكن يتعمل بالخوخ، ممكن يتعمل بالموز بس مع جيلي الفراولة، يعني غيّري براحتك. ويتقدّم بقى ساقع كده بألف هنا. ولو عجبِك الفيديو بتاعي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.